السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب ست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة يا حبيبة قلبي انا جاية اقولك، لو عيالك في مدرسة او انت لو في جامعة او لو انت عايزة تاخديه في شغلك او وقت حتى عشاء، تعملي ايه بالعيش السوري، وايه هي وصفاته، وايه هي الوصفات اللي هنقدمها بطريقة مبسطة سهلة مغذية فيها قيمة غذائية عالية بمكونات كلها في البيت، زي ما عودناكم في مطبخ الست بسيطة وبنوتتها. ما تنسيش يا حبيبة قلب اللايك والسبسكرايب وتعليق حلو يكبر الخاطر، يكبر بخاطركم ربنا. وتعالوا نشوف ايه هي الثلاث وصفات السريعة الخفيفة اللي فيها قيمة غذائية. اول طريقة معانا يا حبيبة قلبي عبارة عن ايه؟ انا عندي لانشون، واللانشون ده بالمناسبة ست بسيطة هي اللي عاملاه بمقادير متوفرة في البيت. وعندي خيار متقطع شرايح، فلفل متقطع شرايح، ولو عايز تستخدمي حامي براحتك. انا عندي فلفل الوان، وعندي يا حبيبة قلبي الجزر المبشور وده اختياري. وكمان يا حبيبة قلبي لو عايز تستخدمي طماطم مفيهاش مشكلة. طيب انا دلوقتي يعني بالبلدي كده انا بديكي يا حبيبة قلبي المكون الرئيسي اللي هو اللانشون، والخضار ده بقى انت تشكلي مع نفسك كده وبراحتك. وطبعا معايا صوصات اللي هي الكاتشب والتومية. ما عندكيش عادي جدا مش هيقول لا. ودلوقتي يا حبيبة قلبي انا عملت ايه؟ انا جبت الرغيف اللي هو السوري بتاعنا. ويا حبيبة قلبي هتقولي ده ايه اللفة دي؟ ما انا ده يا حبيبة قلبي انا قلتلكوا ان ينفع اني انا اخزنه، يعني بعد ما عملته ينفع ان انا اخزنه، وفي نفس الوقت لازم يكون محتفظ بالطراوة بتاعته، لازم يكون محتفظ بالطراوة ايه بتاع. عشان كده انا حطيته في كيس وشلته، وقت ما احتاجته قمت ايه جبته يعني. طيب هعمل ايه دلوقتي يا حبيبة قلبي؟ هجيب معلقة من الكاتشب وافردها. اول حاجة يا حبيبة قلبي بعد ما دهنت الصوص اللي هو الكاتشب، لو ما عندكيش عادي جدا ما يقولش لا. وهقوم واخدة يا حبيبة قلبي من اللانشون بتاعنا يا حبيبة قلبي، واقوم موزعة كده. بقى هعمل حبة الحبشتكنات اللي احنا قلنا عليهم. يعني ايه؟ يعني هعمل شوية من الفلفل المتقطع شرايح كده يا حبيبة قلبي، وهعمل يا حبيبي كده بقى انا هركنها مش عايزاه. وهعمل يا حبيبة قلبي الخيار برضو متقطع شرايح، عايزة تقطعيه مدور رفيع يعني براحتك. وبعد كده بقى هعمل الجزر. ادي يا حبايب قلبي بعد ما احنا ما ايه حطينا الخلطات الرهيبة واللانشون والابيض ده يا حبيبة قلبي التومية واختيارية طبعا. هعمل ايه يا حبيبة قلبي؟ هقوم عارفة بتلف المحشي ازاي؟ اهي هاتني الاحرف كده عشان بس ما يبوظش مني، والحرف التاني كده، وابدأ ان انا ابرم. يا حبايب قلبي بعد ما لفينا وريتكم الطريقة ازاي لفة المحشي وتقوموا ايه برمين على طول. تعالوا بقى انقلكوا للطريقة التانية برضو مكونات متوفرة في البيوت. الوصفة التانية برضو يا حبيبة قلبي البطاطس، وعندي برضو فلفل من شرايح الوان، وعندي زيتون، وعندي يا حبيبة قلبي الخيار الشرايح. الوصفة دي بتبقى رهيبة جدا. برضو عايز تستخدمي طماطم يعني براحتك. هعمل ايه زي ما عملت في السندوتش الاولاني؟ هحط الاول الكاتشب وهحط البطاطس، وابدا بقى احط الكلام الحلو اللي احنا قلنا عليه. بتحبي يا حبيبه التوميه حطي، ما بتحبيش عادي. دي يا حبايب قلبي بعد ما عملنا الخلطه الرهيبه اللي انا قلتلكوا عليها هنلف نفس اللف، تلفيه زي المحشي كده بالظبط. اخر طريقه يا حبيبه قلبي من 3 طرق هستخدم فيها الجبنه المثلثات. عايز تستخدمي يا حبيبه قلبي جبنه علب، جبنه قريش، يعني براحتك، المهم نستخدم فيها الجبنه. وعندي يا حبيبه قلبي زيتون، وعندي برضو خيار، وعندي يا حبيبه قلبي الفلفل.
هعمل ايه يا حبيبة قلبي؟ هعمل نفس ما قلتلك عليه، هجيب الكاتش وهفرد، وبعد كده هكون هرست انا الجبنه المثلثات بتاعتنا. عملتي ايه يا بنوته؟ اولا انا بعد ما هرست الجبنه بتاعتنا يا حبيبه قلبي حطيت عليها شويه حبه البركه، مش عايزه تستخدمي حبه البركه استخدمي سمسم، وحطيت جزر مبشور. هعمل ايه؟ هبدا ان انا افردها على السندوتش يا حبيبه قلبي، واحط كل الكلام الحلو ده اللي هي الخيار والفلفل والزيتون. ادي يا حبايب قلبي النماذج المصغره اللي وريتك لو عندك عيش سوري تعملي الخلطات اللي تبقى صحيه ومفيده في نفس الوقت يا حبيبه قلبي. ده ينفع لمدارس، في تدوم لعيالك حاجه مغذيه للفطار، حاجه كده عايزه تاكليها كده مثلا بالليل. يعني دي يا حبيبه قلبي وصفه شامله متكامله. تعالوا بقى اوريكم طريقة التسوية. ادي حبيبة قلبي طاسة وقمت مسحاها بالزيت، ولازم تسخن كويس، وانزل بالشندوتش السوري بتاعي ولا ابسط من كده. ادي حبيبة قلبي بعد ما قلبناها هستنى بس ياخد لون بسيط كمان، وبعد كده هوريكم بقى احلى 3 نماذج للحشوات للعيش السوري. احلى يا حبايب قلبي عيش سوري بالحشوات المميزة اللي فيها قيمة غذائية عالية. تعالوا بس اوريكم جمال الحشوة، هنقطعها واوريكم احلى شندوتش من حاجات موجودة متوفرة في البيت. يلا بهركم حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي، شايفين الطعامة واللذاذة؟ بصوا حاجة كده ايه رهيبة. انا عايزة بس ايه اقول لكم، مش شرط لازم يكون بطاطس، لا، ممكن بالخضار، بشوية لانشون، بشوية حبيبة قلبي جبنة كده وخضار جميل لذيذ كده في الخفيف، تدي احلى فطار لعيالك في المدارس تفطروا بيه. حاجة كده شهية وموفرة اقتصادية. قولي اللي تقوليه يا حبيبة قلبي. حاجات بسيطة عملناها ادتنا احلى عيش سوري. قومي يا بنوتة وجربي ومش هتندمي. فرحي مامتك وفرحي عيلتك، وحاجات كده من البيت متوفرة هتعمليها في ثواني او اقل حتى من الثواني، فانتوا ثانية يعني ولا حاجة زي كده. ما تنسيش يا حبيبة قلب اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس، واستنى منكم كومنت تقولوا ايه رأيكم فيه، وتعليق يكبر الخاطر يكبر بخاطركم ربنا. ومن هنا يا حبيبة قلبي للقاء الفيديو القادم، اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.